السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا اخواني اليوم فيديو اسطوري. يا اخوان فكرة الفيديو بكل بساطة اني تهكرت. طبعا يا اخوان اغلبكم بيعرف اني تهكرت، وتقريبا حتى قبل 3 اشهر تهكرت، بس الحمد لله يوميتها يا اخوان ما تهكرت ترى، بس سكروا حسابات الثانية والاشياء ديسكورد هذا ورجعته تمام. القصة يا اخوان بكل بساطة، يعني انا يا اخوان صح يا اخوان نزلت فيديو قبل 3 اشهر اني تهكرت. انا غبية والله اني ما بفهم يا اخوان، المفروض اني اتوب وما ادخلش روابط مشبوهة. ايش يا اخوان تتوقعوا اني سويت؟ رحت يا اخوان نزلت من رابط مشبوه، والمشكلة ولا رابط ولا رابطين خشيت، لا 20 رابط يا حبيبي، اخش رابط واحد انا؟ لا 30 رابط، يعني بجوز يومتها 20 هاكر دخل على البي سي تبعي حرفيا. فيا اخوان انا يوميتها كنت غبي وقافل الحماية الويندوز كامل قافلها حرفيا. فيا اخوان انا ايش سويت يومتها يا اخوان؟ ما كنت عارف ولا اشي. الهاكر خش، طبعا خش اول يوم انا ما كنت داري ابدا، إلا فجأة وأنا قاعد يا إخوان تجيني رسالة على التلفون: تم تغيير الباسورد. أنا هاني يا إخوان قمت أبو العافية. شوف يا إخوان أنا أول إشي توترت، صح إني توترت، بس يا إخوان بعديها روقت، لأنه يا إخوان أول يوم ما نزل إشي حرفيا، ما نزل ولا إشي ولا إشي. بس إيش يا إخوان إنه خش على القناة وغير كل إشي. بس يا إخوان تفكروا غير كم من إشي؟ لا يا إخوان غير كل إشي. المصادقة الثنائية غيرها، غير الإيميل تبع الاستعداد الحساب، غير الباسورد، غير الرقم. حرفيا يا إخوان لو إني هاكر روسي صار لنا 20 سنة بالمجال والله ما راح ارجع يا اخوان، مستحيل ارجع. فيا اخوان انا والله اني ذكي. طبعا يا اخوان في واحد ساعدني، هاي يا اخوان اسمه، والله يا اخوان انه اسطوري وساعدني ووقف معاي تمام. هو يا اخوان صراحه حاول كثير معاي بس على الفاضي، ما قدرت ارجع يا اخوان، انه بقول لكم يا اخوان غير كل اشي، يعني ولا اشي واحد هيك اقدر اخش على الحساب ابدا. فيا اخوان ظلتني اتواصل مع اليوتيوب، ويا اخوان شكرا كمان لشركة اليوتيوب الدعم الفني، والله انهم ما قصروا معي. طبعا يا اخوان هم ترى رجعوا لي القناة المعلومية. فيا اخوان اقسم بالله انهم اساطير تمام. فيا اخوان بعد كم من يوم كمان اتفاجئ انه حساب الانستا كمان يتهكر. يا حبيبي شو فيه؟ خلص خذ اليوتيوب خلص، ما الانستغرام شو بدك فيه؟ المشكلة يا اخوان انا مش مشهورة على الانستغرام، ما ولا عمري نزلت فيديو اصلا، جوز عندي 100 فول بس كله من حساباتي الثانية. ظلتني احاول ولا كمان يهكر الديسكورد. بس انا يا اخوان الديسكورد انا لما يهكر كنت اقدر ارجعه بسهولة تمام، بس هاي المرة ولا قدرت ارجع يا اخوان حرفيا. حاولت اول مرة ما زبط، حاولت مرة ثانية ما زبط يا اخوان، ضايف 1000 تحقق حرفيا، حامل الحساب حمل. وديسكورد الحمد لله يا اخوان ما قدرت ارجع ابدا، يعني عادي كله ديسكورد تمام. يا اخوان خلينا نكمل. ما اكتفى بهيك، انا يا اخوان رجعت بديت سويت حساب جديد انستغرام، وبرضه رجع هكره. يا اخوان الزلمه ما قصر، خش على الحساب تابع اشياء استغفر الله العظيم يا اخوان. وانا يا اخوان ايش سويت حركه ذكيه يا اخوان. انا مش مهتم بالانستغرام، عندي 100 متابع كلهم تمام. رحت خشيت لك حذفت الحساب تمام، اول حساب حذفته وثاني حساب اللي حذفته اللي هو كرم الثاني. هو يا اخوان هو ما طلعني منهم، انا كنت جوات الحساب، بس يا اخوان مو بايدي اشي حرفيا، مو عارفه اطلع غير كلمه سر، وعلى الفاضي حرفيا، ولا استفدت ولا شيء. فهاني يا اخوان حذفت الحساب تمام. وبخصوص اليوتيوب نزل فيديوهات انسى، يعني يا اخوان حرفيا كل ساعة بينزل لك 13 فيديو 14 فيديو. والمشكلة يا اخوان الفيديوهات الحمد لله يا اخوان مو اشياء استغفر الله، لا يا اخوان اشياء تنزيل، اشياء كراك. بس يا اخوان انه الروابط هاي يعني اذا حد خشها ودع الملاعب حرفيا، اكلت زي حرفيا. طبعا يا اخوان ضليت احاول برضه ما ضبط ولا شيء. متى يا اخوان اخذت 3 ايام يعني هيك اجازه. اخوان متى كنت حرفيا معجوق والف اشي، بس يا اخوان الحمد لله كنت مروق، يعني اعطيت الموضوع حقه واعطيت الموضوع اشياء حقه. يعني كنت اخوان اختبارات، حد انا اخوان اختبارات ترى بصوروا علي اختبار، بكره علي اختبار تمام. ف القناة ظليت نتواصل مع اليوتيوب. أول إشي إخوان سألت تشات جي بي تي، قلت له يا تشات جي بي تي كيف أسترجع الحساب؟ والله يا ريتني ما حكيت معه، قال لي غير كلمة السر واحميه. طب ما هو الحساب عندي حبيبي مشان الله افهم. فأنا إخوان أنا عصبت، بس إخوان ظليتني مروق، خشيت حكيت معاه كمان مرة، قلت له الحساب كذا كذا ما قدرش ارجع، وصار ايش حكالي تواصل مع اليوتيوب
على اكس. فيا اخوان تواصلت معاهم كل اشي، والحمد لله يا اخوان بعد كم من يوم ردوا علي، كتبوا لي يا اخوان منشنون، وكتبوا لي طبعا انا يا اخوان كتبت لهم انه الحساب راح وبصر ايش وبدي مساعده والف شغله. المهم يا اخوان كلهم مكذبتي. فيا اخوان الحمد لله انهم ردوا علي، وجدا يا اخوان تعاونوا معي جدا جدا جدا. فيا اخوان اول يوم ردوا علي منشنون، قالوا لي خش هذا الرابط وبصر ايش، ما استفدتش حرفيا للاسف. وصلت معاهم قلت لهم ما قدرت ارجع الحساب وبصر ايش، وردوا علي يا اخوان على الخاص تمام على منصه اكس. ناتني احكي معاهم كتبت لهم انه الحساب ابدا ما قدرت ارجعه، الهاكر غير كل اشي حرفيا، مستحيل اقدر ارجعه. فيا اخوان تعاونوا معي، قالوا لي اعطيني كم معلومه عن الحساب بصر ايش، وانا يا اخوان الحمد لله كنت حافظه عن الحساب كثير اشياء. فيا اخوان اعطيتهم معلومات واشياء هيك عن الحساب. بعديها يا اخوان بعد كم من يوم الحمد لله يا اخوان بعثوا لي رابط انه بتقدر من خلال هذا الرابط تقدر تغير كلمة السر. وانا هاني يا اخوان ما اوصف لكم فرحتي. طبعا هذا يا اخوان الحكي قبل يومين حرفيا، ما صلوش شيء طازه. فيا اخوان الحمد لله قدرت اني اغير كلمة السر. ويا اخوان تفكروا هان القصة انتهت؟ لا حبيبي، انا احط الحساب. يعني يا اخوان اول اشي ما حطيته على البي سي، ولك لو اموت ما بحطه على البي سي تمام. يا اخوان انا كنت شاك انه البي سي فيه شيء، متأكد انا البي سي متفيرس وفيه 1000 شغله تمام. يا اخوان انا حطيت الحساب على التلفون. بعد كم من يوم يا اخوان نزلت اول برنامج حماية يا اخوان، وفحصت البي سي كامل. طلع يا اخوان 13 ملف مشبوه فيه، يعني فيه فيروسات واشياء. فيا اخوان اجيت دمحي قال لي لازم تدفع. يا اخوان انا مطفر من وين لي. فيا اخوان حكيت لتشات جي بي تي اعطيني كمان موقع، وما قصر اعطاني موقع مجاني 100%. وفحصت يا اخوان واعطاني 13 ملف نفس الاشي، 13 ملف مشكوك فيه تمام. الحمد لله يا اخواني يومي حذفتهم، بس لسه ما حطيت الحساب يا حبيبي. انا بفكرني احط حساب هيك بسرعه، لا 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 يا اخوان امنت الحساب 100% تمام. امنته حطيت رقم هاي، وحطيت حطيت حساب مش موجود اصلا بالبي سي، بس حاطه بالتلفون. عشان يا اخوان انا عارف عقليه الهاكر، راح اخش على البي سي، راح اخش على الايميل هذاك يشوفني رابط ويخش. فمن علي يا اخوان هاي عقلية الهاكر. انا يا اخوان كنت هاكر زمان، هاي قصة حالتكم اقولها قبل بالتعليقات تمام. بعد يا اخوان ما حميته كل شيء، وهنا يا اخوان نزلت لكم منتدى على اليوتيوب انه الحمد لله رجعت الحساب وصار ايش، وها انتهى الموضوع تمام. حطيت يومتها الحساب في البي سي. طبعا يا اخوان حطيته امبارح حرفيا الحساب تمام. والحمد لله يا اخوان انتهت القصة وكل شيء، وقدرت ارجعه. يا اخوان يا رب ما ارجع اتهكر. انا يا اخوان حمار ما بتعلم حرفيا، غبي غبي غبي. ترى يا اخوان بدي انزل فيديو اسئلتكم. فيا اخوان اللي حاب يعرف عني اشياء، وهذا يا اخوان حسيت حالي غريب، فيش حد بيعرف عني يا اخوان باليوتيوب. فيا اخوان بدي انزل فيديو اسئلة، فيا اخوان اسالوني عن هذا الفيديو، اسالوني. فبس يا اخوان اللي هنا انتهينا، فيديو اسطوري. فبس يا اخوان السلام عليكم.